مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يزور روسيا الاتحادية. الصيدليات المناوبة تقدم الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة. مشتل سجنيتي يسهم في الدفع بأعمال التشجير إلى الأمام. مقتل جنود سوريين في ضربة إسرائيلية بالقرب من دمشق. ووفاة ثاني مريض بوباء الإيبولا في الكونغو. روسيا تنفذ تهديدها وتقطع الغاز عن دولتين أوروبيتين. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. يقوم وفد إريتريا على المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني غبرآب بزيارة لروسيا الاتحادية تستغرق يومين تلبية لدعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقدم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اللقاء الذي جرى اليوم قدم توضيحا لوفد إريتريا حول أسباب حرب أوكرانيا وأهداف روسيا والأوضاع الراهنة. وأكد وفد إريتريا في تصريح مشترك عقب اللقاء موقف إريتريا الثابت داعيا روسيا وأوكرانيا لحل النزاع بينهما بالحوار الثنائي. وتبادل الجانبان الآراء بشأن الأوضاع الراهنة في القرن الإفريقي والقارة الإفريقية. وحول العلاقات الثنائية توصل الطرفان إلى تفاهم لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل تطوير العلاقات الإريترية الروسية في المجال السياسي والدبلوماسي والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة. أوضح مسؤول الصيدليات المناوبة السيد تسفى سلاسي قديل بأن هذه الصيدليات تقدم الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وقال أن الهدف من ذلك هو تأمين الدواء باستمرار وبأسعار مناسبة ونقل المعلومات الصحيحة باستخدام الدواء، موضحا فتح 13 صيدلية حتى الآن في يسمرة وكرن وغردات وبارنتو وتسني ومندفرة وعد قيح ومصوع. وذكر بأن برامج هذه السنة تتضمن رفع الخدمات المقدمة بنسبة 20% بالتعاون مع مؤسسة فارميكور وتوسيع الخدمات في المدن الأخرى، مشيرا إلى تنمية قدرات الأعضاء من المساعدين وفني الصيدلة وتأهيل عضو واحد بدرجة الماجستير. وأفاد بأن جميع الأدوية تقدم بوصفات طبية باستثناء أدوية الحمى والآلام ومحاليل مقاومة الجفاف الناتج عن الإسهالات وأغراس منع الحمل. ومن جهته أشاد مستخدمو الصيدليات المناوبة بالخدمات المقدمة مطالبين بتوسعتها في جميع المدن. جهز مشتى المديرية السجنيتي أكثر من 45 ألف شتلة من شتول الأشجار لقرصها في شهر يونيو بمناسبة يوم الشهداء في إطار مساهمته لإنجاح برامج التشجير. وأوضح خبير التشجير وحماية التربة والمياه في مكتب وزارة الزراعة بالمديرية سيد روبيل تسفاي وجود برنامج لقرص شتول الأشجار في 18 ضاحية، بالإضافة إلى مدينة السجنيتي ودور العبادة والمنازل الخاصة بالمشجرين الأفراد. وأشار إلى العمل مع إدارة المديرية لحراسة ورعاية الأشجار، كما يتم حاليا إعداد الحفر للشتول بواسطة عمال المؤسسات العامة. كما أوضح بأنه وبالرغم من وجود محميات بالعديد من القرى في مساحة حوالي 2000 هكتار إلا أنها لا تنمو بشكل جيد لعدم وجود الحراسات المشددة وإهمال سكان القرى. وفي المقابل أحدثت محميات ضواحي أخرور وعد حديد وقرب مدينة سجنيتي أحدثت تغييرا جيدا بفضل أعمال الحراسة والرعاية. تجرى الإشارة إلى أن مشتل سجنيتي يقوم بتجهيز حوالي 150 ألف شتلة سنويا لسد احتياجات المشجرين. بدأت خدمات التعليم الثانوي في ضاحية وادي بمديرية جنوب دنكاليا في إطار جهود توسيع الخدمات التعليمية بالمديرية. وأشار مدير المدرسة الأستاذ موسى أحمد إلى بدء التعليم الثانوي هذه السنة بعد المطالبات المتزايدة لفتح مدرسة ثانوية بسبب ارتفاع عدد الطلاب والرغبة في مواصلة التعليم. وذكر بأن بدء خدمات التعليم الثانوي سيسهم في مواصلة الطالبات للتعليم، داعيا الطلاب للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة وأولياء الأمور للمساهمة في زيادة مشاركة الطالبات بالعملية التعليمية. وأشاد الأستاذ موسى بالمشاركة الكبيرة في برنامج تعليم الكبار، مطالبا بحل مشكلة النقص في الأدوات التعليمية بأسرع ما يمكن. كما ناشد أولياء الأمور للعمل مع المعلمين وتفعيل لجنة الآباء لرفع نسبة المشاركة في التعليم وسد النواقص. عقدت شرطة مديرية شنبقة سيمينارات تنويرية بخصوص احترام القانون في الفترة من 17 وحتى 20 من أبريل لمكافحة المخالفات والجرائم والحوادث المرورية. وأوضح قائد مركز المديرية الرقيب بوسو أملاخ عن برهان لدى لقاء السكان عامة والطلاب خاصة بأن معرفة القانون تساهم في الحد من الجرائم والحوادث المرورية.
ودعا في السمينارات التي عقدت في ضواحي مديرية شامبوكو للحفاظ على قيم المجتمع وترسيخ ثقافة حل الخلافات بالصلح. وذكر السكان بأن برامج التنوير القانوني تدفعهم للتعاون أكثر مع الشرطة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قتل 4 جنود سوريين وجرح 3 آخرون في ضربة إسرائيلية ليلية بالقرب من العاصمة دمشق، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية السانا عن مصدر عسكري. وقال المصدر العسكري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبرية مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية وصلت إلى 9 قتلى بينهم 5 جنود سوريين. وكانت الوكالة قد ذكرت بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب العاصمة دمشق، وأن دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. هذا وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب في مقتل حوالي 500,000 شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، كما أدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. قالت منظمة الصحة العالمية أن مريضا ثانيا بفيروس ايفولا توفى في شمال غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد مرور أيام على ظهور تفشي جديد للمرض المميت. وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اختبارا جينيا أظهر أن العدوى التي تأكدت الأسبوع الماضي كانت حالة انتقال، وهو انتقال المرض من حيوان مصاب ولا صلة بينه وبين التفشي السابق الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر. وبدأ ظهور الأعراض على المريض الأول في 5 من أبريل الجاري، لكنه لم يطلب العلاج لمدة زادت على أسبوع. وشهدت الكونغو سابقا 13 حالة تفشي للأيفولا، أحدها في الفترة من 2018 إلى 2020 في شرق البلاد، حيث أودى المرض بحياة قرابة 2300 شخص، وهو ثاني أكبر عدد من الضحايا في تاريخ هذا المرض. أعلنت مجموعة غاز بروما الروسية العملاقة للطاقة أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي. وقالت غاز بروم في بيان أنها أبلغت شركة بولغار غاز البلغارية والشركة البولندية لتعدين النفط والغاز بإيقاف إمدادات الغاز. تراجع اليورو لما دون 1.6% الدولار للمرة الأولى في 5 سنوات، أمام دولار مرتفع بشكل عام ووسط مخاوف بشأن أمن الطاقة وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا. وشهدت العملة الأوروبية الموحدة حتى الآن هذا الشهر تراجعا بأكثر من 4%، وتتجه لتسجيل أسوأ خسارة شهرية في أكثر من 7 سنوات، إذ أدى الغموض بسبب الحرب في أوكرانيا والإقلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين إلى تخلص المستثمرين من اليورو لصالح الدولار الذي يعد ملاذا آمنا. كما أظهرت بيانات أيضا بأن ثقة المستهلكين في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد إريتريا على المستوى يزور روسيا الاتحادية. الصيدليات المناوبة تقدم الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة. ومشتل سكنيتي يوسم في الدفع بأعمال التشجير إلى الأمام. مقتل جنود سوريين في ضربة إسرائيلية بالقرب من دمشق. ووفاة ثاني مريض بوباء الأيفولا في الكونغو الديمقراطية. وروسيا تنفذ تهديدها وتقطع الغاز عن دولتين أوروبيتين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.